السلام عليكم بنات ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد. اليوم عندنا جولة بسيطة، حبينا ناخذكم ويانا نغير جو وأنتم هم تغيرون ويانا جو. بالبداية راح أتوجه إلى طبيب الأسنان، وراها ناخذ لنا فتفارة بسيطة وجولة بسيطة. حبيت أشوفكم هذا المنظر الحلو، شوفوا الجبال شلون منظرها حلو بأنقرة. إحنا الآن حنوصل إلى منطقة المركز بمحافظة أنقرة، منطقة قزلاي. هاي المنطقة موجود بها هواي أمور، هواي شغلات، أكثر من مكانات الأطراف. ما أعرف إذا كانت هاي مشكلة كل الأجانب الموجودين بتركيا، لكن أنا أعاني بالبحث عن طبيب الأسنان، يعني كم طبيب بدلته لكن يعني هواي ما فادوني. فكملنا الحمد لله والشكر شغلتنا وكملت سني. فهسه يجي الجزء الحلو ورا ما خلصنا أسناننا. ناخذ فرة جولة بسيطة. الجو طيب لكن الدنيا باردة، برغم انه الشجر يبدو انه هو خريف، لكن هو مو خريف، الجو بارد. أنقرة دائما باردة، يعني السنة عبارة عن أغلب الفصول شتاء، يعني الصيف أو الربيع ماكو صيف، هو يعني عندك كم شهر بس ربيع، باقي السنة كلها برد. وأن تشوفين الشمس طالعة وأن تشوفين الأجواء حلوة والشجر أخضر، لا هي باردة. وفجأة أيضا يتحول الجو إلى أمطار، وفجأة تطلع الشمس، يعني هيجي تقلبات عديدة بالجو بفترة بسيطة جدا. هسه احنا هنا أول شي حنشوفه محل تحب أغلب النساء، ودائما يحبون يزوروه وياخذون أنواع وأشكال الشتلات حتى يحطوه بسنادين بحدائقهم. هنا الميزة إنه الورد كلش حلو، طبعا طبيعي كله، الألوان حلوة ما شاء الله تبارك الله، تفتح النفس. باقات ورد محضرين يعني اللي يحب ياخذ يهديها، فموجودة ما شاء الله أشكال وألوان وكله ورد طبيعي. روائح الورد الحلوة. وعلى الأغلب هاي الباقات يقدموها هدايا لعيد الأم، للمناسبات، بيناتهم يتهادون كلها بهاي الباقات الحلوة. شكلها يعني صدق يفرح القلب، هالألوان الحلوة هاي. هسه فتنا محلات ثانية، يعني كنت دا أباوع بعض الاحتياجات لأولادي. أنا يعني أقرر آخذ لهم، بس بعدين أتردد، لأن أقول أنا ذوقي يختلف عن ذوقهم، فبعض الأمور اللي آخذ لهم إياه ما يريدوها، لأن أتفاجأ إنه يعني ما تعجبهم، ولا يحبون إنه الألوان اللي أنا أختار لهم إياه مناسبة لعمرهم. فما أعرف، هاي مشكلة المراهقين جميعا بهالوقت هذا، يختارون الملابس السوداء، يختارون التيشيرتات السوداء بشكل غريب يعني، فأنا مخليتهم على راحتهم. هاي جنط شلون أشكال حلوة، ألوان متناسقة، وأسعارها هم يعني مناسبة مو غالية، خاصة للي يصرف دولار، يعني الدولار ده يصعد. لكن هي الأمور يعني غلت أكيد، يعني مو بس بتركيا، هو الغلاء عالمي، فالأمور كلها طبعا صعد سعرها. هاي المحلات طبعا كلها الإكسسوارات، فكل شي موجود يعني. شوف هاي الموديلات، هاي الألوان، مختلف الأحجام، مختلف الأعمار، كلها أشكال حلوة، وحتى أسعارها هم يعني مناسبة. هاي الموديلات ولادية بناتية. طبعا هو محل للأنتيكات، يعني في أنتيكات أيضا أشياء قديمة، لكن أنا ما أقدر يعني أخذ راحتي جدا لأن الوقت ما يسعفني، فإحنا ناخذ نظرة يعني ماكو. نكمل جولتنا. نشوف هنا أيضا جنط موجودة، أنواع وأشكال الجنط أشكالها حلو وجودتها عالية. طبعا تركيا يعني مشهورة أنه هي تقلد الماركات العالمية، لكن تقلدها بجودة عالية،
يعني جوتشي غير ماركات كلها موجودة، وتقليد جيد، يعني مو تقليد رديء، لا، نوعية ممتازة. هنا ورا ما كملنا قررنا ناخذ عصير برتقال طبيعي. هنا العصائر يسويها بشكل طبيعي، برتقال، رمان، كلها يعصره قدامك وينطيك إياه، للي يحب الأمور الطبيعية. محلات موجودة لكل شيء، موجودة محلات الموبايلات، اكسسوارات الموبايلات، أشكال وألوان وأنواع، بحيث يعني واحد ما يعرف صراحة إيش ياخذ، لأن تنوع رهيب وبنفس الوقت حلو. حقيقة ألوان حلوة، كلها ألوان فرايحية وشبابية. شوف هذا اللون، صح هو وردي وابني ما يقبل يلبس هيك شي، لكن حلو، يعني ممكن إنه يتنسق بشكل حلو. كلها ألوان شبابية، كلها ألوان حلوة. ما أعرف يعني شباب هالوقت هو جزء منهم ما يقتنعون برأي الأهل. هاي القماصل كلها حلوة، حتى أسعارها مناسبة، يعني أرخص من ألسي. هاي الجنط أيضا حلوة همينة، هم أسعارهن مناسبة. وأخيرا وليس آخرا، لازم نطب بالمحل اللي تحبه كل مرأة عراقية أو عربية حتى، اللي هو يعني مستلزمات المطبخ، كلها أواني، كلها شغلات حلوة، تاخذين احتياجاتش من عندها، والأسعار همينة مناسبة. هاي القواري تشوفي هي ألوانها حلوة، ممكن واحد يبدل على سبيل التغيير ومو غالية، يعني تقريبا سعرها مكتوب هنا بالقطعة 265 ليرة، يعني بالعراقي ممكن تكون 20 21 ألف، يعني سعر مناسب نوعا ما. أنا حقيقة بالعراق ما أعرف إيش قد أسعارهن، بس هنا أشوفه مناسب. هذا هم الشغلات الخزفية أمين أسعارها مناسبة. هي هاي احتياجات ويعني أمور المطبخ والبيت، يعني دائما قابلة للتجديد، حتى مو لأنه تنكسر أو فشي، لا، واحد يحب يغير إنه يمل. فما شاء الله الأدوات والأشكال ما حب القلب واشتهى. أشكال الأمور والأدوات، خلي بها الزيوت، شغلات، هاي الاستكانات والأكواب مال شاي مال قهوة. أما هاي مال بهارات، همينة أشكال رائعة وأسعارها همينة حلوة، همينة تاخذيها على سبيل التغيير، تضمين الطقم القديم وتغيري بالشكل الجديد، ومن الضوجين ترجعيه. هاي الأشياء والألوان الحلوة. هاي الخشبيات، صح يعني يمكن موديلها صار قديم، لكن الخشبي ما يروح، الخشب دائما حلو. هاي الموديلات كلها للبهارات، للشكر، حتى يرهام الملح إذا كميات قليلة قليلة، كلها حلوة ورائعة وراقية همين. هاي المطبخ العراقي يعني دائما محتاج للتغيير، المرأة العراقية دائما تحب التغيير. هاي كلها الأدوات ما شاء الله مال المطبخ، كاسات. هاي طبعا كلها يعني نبذة. هاي الأمور احنا غيرنا جو وأخذنا نظرة، وأخذت بعض الاحتياجات اللي أنا أحتاجها، وقررنا نرجع ورا ما كملنا هاي الجولة. نتمنى تكونون غيرتوا جو ويانا، جولة بسيطة لكن تغير النفسية، وإن شاء الله دائما أنتوا بخير وبصحة وبعافية. شكرا لكم على مرافقتكم إلنا، وأتمنى لكم كل التوفيق. مع السلامة.